السلام عليكم. فيديو اليوم طريقة إعداد الملوخية لنقطة آت. خديت شوية لحم، خديت شوية ثوم وتابل وملح وفلفل أكحل، وباش نحط فلفل أحمر، وباش نخلي اللحم يتفوح على قد ما تنجم ساعة 2، وإلا تنجموا تبيتوه ليلة كاملة. من بعدها باش نتعداو للملوخية. أول حاجة حطيت الماء يغلي واستعملت النوعية هذه باش نحط 100 ملي زيت على حسب ما قاعدة نسمع. قلت خليني نجرب نحط قد الملوخية قد الزيت، لكنها معلومة فاشلة. حطيت 100 ملي زيت و100 جرام ملوخية، لكنها جت عاقدة. يعني مش كل معلومة تسمعوها راهي صحيحة. حطيته في البارد، ما نحطهاش اللي في السخون الملوخية، وانتم قولوا لي في التعليق تعملوها كيفي ولا. باش نقعد نحل فيها، وقعدت نزيد في الزيت بشوية بشوية لين تحصلت على القوام اللي حاجتي بيه. وانتم جربوا قولوا لي معلومة اللي سمعتوها اللي قد الملوخية قد الزيت صحيحة ولا لا. بالنسبة لي كما قلت لكم ما نجحتش. وحبيت نقول لكم اللي خلطت بين زيت زيتونة وزيت عادي كما تشوفوا. توا تحصلت على القوام اللي حاجتي بيه في المرحلة هذه. باش نهز نحطها على الغاز ونقليها دوب شوية أكهو. دوما تبدأ تكشكش نمرقها بالماء السخون. بعد اللي تقليت باش نزيدها شوية ماء سخون، مش باش نمرقها الكل. نقعد نحل فيها وبعدها باش نزيدها شوية ماء سخون آخرين وكهو. هذه هي الطريقة. وباش نغطيها ونخليها تطيب سلة سلة. ما تقولوش راهي تكعبر ولا حاجة، كيما تشوفوا هاوكا ما فيهاش حتى شيء، ما تخافوش منها. سهلة، ما أسهل منها ما ثماش. توا بعد حكاية ساعة ونص باش نزيد اللحم اللي فوحته من قبل. وبعد ما طاب اللحم باش نحط ورقات رند، وباش نزيد شوية ثوم هرسته بشوية ملح، وحطيت قرون فلفل شايحين. لكن اللقطة ما تصورت تسامحوني، ولأن الملوخية طابت كما تشوفوا. وزيد ما لصقتش في قاع الطنجرة من اللوطة. من بعد شوية تشوفوها. هذه طريقتي، إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله تسامحوني على صوتي اللي تعب شوية. وكما تشوفوا ما لصقتش في قاع الطنجرة. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. بسلامة.